مساء الخير لكل اللي عم يسمعنا عبر التردد 103.5، أيضا للي عم يشاهدونا عبر البث المباشر على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. كمان نقولكم رمضان كريم علينا وعليكم أجمعين، وين ما كنتوا عم تتابعونا أهلا وسهلا فيكم ببرنامج صحتك بالدنيا. برنامجنا طبعا بيصدف برمضان، ونحن نحاول نكون هيك مواضيعنا تخص بالصيام. فاليوم ضيفتنا بالاستديو دكتورة جيلان عبد العزيز السيد، اختصاصية بالتغذية العلاجية. اليوم راح نحكي عن محاور جدا 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 مهمة بتخص الصيام، ومواضيع المهمة سواء كان النساء والسيدات، يعني سواء كانوا جميع الفئات العمرية راح تستفيدوا من محاورنا والنقاش. اسمحوا لي بالبداية رحب بضيفتي الدكتورة جيلان عبد العزيز السيد. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، يا هلا. مستمعينا إذا حابين تنضموا لنا تأغنوا لقائنا بأسئلتكم، فيكن عبر سؤال عبر كومنت عبر البث المباشر بأي سؤال. أكيد رح نجاوب على أسئلتكم ونكون مسرورين. زملائي بالكنترول مشكورين على العمل عبر البث المباشر والكنترول. كمان رح نبلش لقائنا، لكن بالبداية دكتورة هيك أنا هالاختصاص هذا يعني إخصائية بالتغذية العلاجية، عنا هالاختصاص هذا خلينا نقول نادر بجزيرة منطقة الجزيرة تمام أو معدوم. يعني لو تحكينا هيك عن المحور هذا شو يعني؟ تمام. هلا التغذية العلاجية هو علم خاص تماما، يعني بيضمن تغذية مرضى السكري والغداد. هدول الأشخاص بدهم حميات غذائية، يعني أمراض الأطفال، يعني تغذية الأطفال، تغذية الحوامل، المرضعات، الأشخاص اللي حابين ينحفوا أو يسمنوا، المسنين مثلا. تماما المسنين، ذوي كبار الاحتياجات العمر الخاصة مثلا. تماما. كمان عنا الرياضيين، أيضا اللي بيحبوا يبنوا عضل وهيك أمور. يعني مثل ما قلت إنه الاختصاص هذا نادر جدا عنا بالمنطقة، وأنا حبا بهالاختصاص ومشان ندرج هالثقافة عنا بمنطقتنا حبيت أدرس هالاختصاص. حلو كتير، إن شاء الله نتمنى لك التوفيق. الله يسلمك، شكرا. دكتورة بالبداية يعني هيك خلينا نفوت بموضوعنا اللي هو اليوم اخترناه، وهيك محاور جدا مهمة: الصيام وفوائده من ناحية خلينا الناحية الطبية يعني. تماما. هلا أول شيء بدي أقول إنه الصيام الصحي معروف كتير إنه له فوائد علميا ومن خلال كتير ثقافات، سواء كان الصيام الرمضاني أو صيام آخر، يعني مثل الصيام المتقطع يعني. تماما. لهيك رح نحكي أول شيء عن فوائده. من الفوائد المهمة إنه بيعمل لي توازن بمعدل الأنسولين بالجسم، كمان بيقوي جهاز المناعة، بيعطيني وقاية أكثر من الأمراض المزمنة أو السرطانات أو أمراض الجهاز الهضمي بشكل عام. غير هيك عنا بيخفف مستوى ضغط الدم، مستوى الكوليسترول والدهون. كمان بنفس الوقت ممكن يسبب لي أعراض جانبية أو أعراض عند بعض الأشخاص، اللي هي مثلا لعية النفس، الصداع، التعب الخفيف، التعب المحمول يعني عند بعض الأشخاص، نقص نشاط. هدول الأعراض هاي ربما تكون الآثار السلبية بشكل تماما. بشكل عام الصيام ما له أضرار. غير هيك إنه ممنوع على بعض الأشخاص، بنحكي عنه أكيد. بعدين. هاي بمحور رح نحكي عنه. تمام. دكتورة، الصيام الصحي هيك بنسمع فيه إنه هلا هو الصيام صوموا تصحوا من الأحاديث يعني إنه في كتير أمور بتخص هالموضوع هذا، إنه الصيام الصحي عبارة عن ماذا؟ هلا قبل هالنقطة بدي أحكي شغلة مهمة. هلا الدراسات الأخيرة على موضوع الصيام بشكل عام بيّنت لي إيجابية الصيام. مثلا هلا أنا لما عم صوم هرمون الأنسولين عندي ما رح يتشكل. تماما. بس أنا بنفس الوقت أنا عايشة وعم بتنفس، يعني عم بصرف طاقة. هرمون الجسم بيضطر يفرز هرمون آخر اللي هو هرمون الجلوكاجون. الأنسولين شو بيعمل لي؟ الأنسولين من وظائفه إنه بيجمع لي الدهون. تماما. فأنا صايمة وقف إفراز هرمون الأنسولين، الجسم رح يضطر يفرز هرمون آخر اللي هو الجلوكاجون. الجلوكاجون من وظائفه إنه بيفكك الدهون.
تماما. تمام. فمثلا إذا في شخص حابب ينحف الفرصة الذهبية إنه هي فترة رمضان. تماما، حلو كتير يعني. طبعا إلى جانب نظام غذائي معين صحي، وراح نحكي عنه هالمحور هذا. يا ترى شو هو هذا النظام الصحي والصيام الصحي، عبارة عن ماذا؟ طيب الصيام الصحي شو يعني؟ يعني أنا بدي أفطر فطور سليم، سحور سليم، لحتى أعود جسمي عن كل شيء خسره بفترة أو ساعات الصيام. تمام. هلا شو بحتاج أول ما بدي أفطر؟ أول شيء الإفطار أهم شيء، أهم نقطة إنه أنا بدي بلش بكاسة مي و3 حبات تمر. أنا هذا تسمعونا يا مستمعينا؟ تمام. هلا غير السنة هيك بتقول علميا وطبيا هذا أنسب شيء. بدي بلش ب3 حبات تمر وكاسة مي. تمام. بحب بلش بصحن سلطة أو شوربة، بريح شوي، بقوم بصلي، بعدين برجع على الوجبة الرئيسية. هون بهالنقطة أنا أعطيت جسمي فرصة، ريحته شوي لحتى ما أجعل الوجبة الرئيسية بنهم وشراهة. صح، بدفعة واحدة يعني. تماما. قلنا بنبلش بصحن السلطة، بعدين بيجي على الوجبة الرئيسية اللي هي لازم تكون حاوية على النشويات والبروتينات والخضار. هدول النشويات مثلا رز، بطاطا، هالأمور. البروتينات إن كانت لحوم، دواجن، أسماك. ما عندي هدول الأمور، فينا نستبدلها بالبقول يعني. تمام. الفول، حمص، الفاصوليا، حيواني وبروتين نباتي. تمام. حلو كتير. غير البروتينات والخضار. تمام. الخضار أحيانا كتير يعني على السفرة بيكون موجود صحن السلطة وبيروح حقه، انه العالم بتنساه يعني. صح. فلازم انه لا نعطيه حقه، ناكله اول شيء، بعدين بنبلش بباقي الامور. تمام. حلو كتير. بظن الفكرة وصلت للمستمعين، وإن شاء الله هيك تتقيدوا فينا نعتبرها يعني نصائح موجهة لكم مباشرة. طبعا بنكرر انه رمضان كريم عليكم، ان شاء الله تكونوا بصحة سليمة. اليوم الرمضاني دكتورة، إذا أنهيتي هالفقرة هاي، إذا في ضل شيء. تمام. هلا بلشنا باليوم الرمضاني أول الفطور، بالفطور اللي بدنا نسميه ممكن تمهيدي، اللي كان تمر ومي، وأكلنا الوجبة الرئيسية. هلا بنجي بين الفطور، مو الفطور، الوجبة اللي بتكون بين الفطور والسحور. هلا لازم يكون في يعني علميا أو فعليا لازم يكون عنا 4 وجبات باليوم، مو وجبتين، مو هن الفطور والسحور، لا. هلا اول وجبه بنسميها وجبه اللي هي كاس المي والتمر. اجتنا الثانيه هي الوجبه الرئيسيه. هاي الثالثه اللي هي بتكون بين الفطور والسحور. ممكن تكون قطعه فواكه، لا بأس، قطعه فواكه او فنجان قهوه. اذا كنا من الاشخاص اللي بناكل حلو، والحلو كتير دارج برمضان يعني، فينا نعملها مثلا يوم حلو يوم فواكه، بس طبعا قطعة حلو، قطعة مو صحن حلو، قطعة صغيرة تماما بالتناوب، يوم هيك ويوم هيك. حلو. بعدين عنا وجبة السحور اللي هي لازم تكون حاوية على أو هي تكون ذات قيمة شبعية عالية، يعني إنه تخلينا نحس بالشبع لفترة طويلة. مثلا تكون حاوية على ألياف. الألياف وين موجودين؟ مثلا بالخضار، بالفواكه، بس الألياف اللي بتضل مخزنة بالجسم لفترة أطول، مثل الفول، الحمص، عنا الألبان المتخمرة مثل اللبن، اللبنة، الرايب. حلو. هدول الأمور. ونبتعد قدر الإمكان عن الشغلات المالحة مثل المخللات، الشطة، البهارات. هاي بتخلينا نحس بالعطش خلال فترة الصيام. تماما. إذن هذا اليوم الرمضاني هيك بيكون يعني. تماما. حلو كتير دكتورة. هلأ نحن كتير الصايمين يرتكبوا أخطاء كتيرة، منهم اللي شرحتي إنه لازم هيك يكون كده، يعني إنه بيرتكبوا أخطاء كتير والعادات الخاطئة. تمام. بالغذاء، بالأكل. هلا من أكتر العادات اللي أنا شفتها هون خاطئة، إنه كتير ناس شفتهم ببلشوا فورا بعد الأذان بفنجان قهوة أو سيجارة دخان. هذا الشيء كتير غلط. يعني أنا بدي
بتنسد نفسي فورا عن الأكل، صح. ما رح آكل، رح آكل الوجبة بغير موعدها مثلا، تماما. بخربط كل شيء، النظام الصحي رح يتخربط كله. صح. الكارثة وين؟ إنه عنا نحنا وجبة ممتدة من الأذان المغرب أيوة. للفجر. إيش هي؟ إنه أنا بدي أشيل الفطور من هون، بدي أروح أجيب الحلو، شلت الحلو من هون، بدي أجيب صحن الموالح والشاي والفواكه تمام. بدي أقعد أحضر التلفزيون، بدي أحط كيس الشيبسات والبسكويتات وهدول الأمور. فأنا عم بستمر بهالأكل للسحور. صح. هون أنا أكلت أكل بكفي قبيلة، وبنفس الوقت أنا قاعدة ما عم بتحرك بدون حركة. تمام. فهون هي الكارثة، إنه هاي العادة لازم تلتغى أو نخففها قدر الإمكان، إذا بدنا إن كان يكون نظامنا الصحي أو بدنا نخسر وزن على القليلة يعني. تماما. بالأخص مثل ما ذكرتي دكتورة، المعجنات بيكونوا كتير، تمام. الصنف الحلويات الثقيلة، المصنعات بشكل عام يعني تمام. مثلا العصاير المعلبة. المشروبات الغازية لازم قدر الإمكان نبتعد عنها. الكسرات اللي بتكون يعني بدها وقت لا تنهضم، يعني بتكون المعدة يعني هي منهمكة. صح. فما بعرف يعني، هاي كانت معلومات متواضعة. دكتورة، في ناس بيعانوا من عسر الهضم، الإمساك، يعني هدول شو بتنصحون؟ شو محضر اليوم لهم يعني؟ تمام. هلا عندنا كتير اشخاص انه بيصير معهم عسر هضم او الامساك بشكل عام. بنعرف انه خلال فترة رمضان بيصير عندنا تغيرات بجهازنا الهضمي من ناحية تقبل الاكل، لهيك بيصير عنده هالخلل، خربط التوازن. تمام. لنتجنب هالشي، اول شي مثلا لازم نحرص على شرب كميات كبيرة من المي خلال فترة الإفطار. يعني من المي حسنا، ولا السوائل بشكل عام كانت عصائر غير مصنعة عصائر طبيعية. تمام. هلا كل شيء سوائل ما بيعادل المي، يعني المي غير السوائل. اسمعوا يا مستمعينا يعني. تمام. اللي بيشرب تمر هندي وعرقسوس، هالأمور هاي ممكن تغذي جسمك بالسوائل، بس إنه المي تعوض أفيد. تمام. حلو. غير هيك أنا بدي أكل كمية كافية من الألياف. حكينا عنها، الألياف الموجودة بالخضار والفواكه والحبوب الكاملة. الألياف بتساعدني على الهضم بشكل سليم يعني. نقطة مهمة، المضغ بشكل جيد. إنه أنا ما بدي أبلع الأكل لا، بدي أمضغه بشكل جيد، هيك أنا بسهل على المعدة الهضم. هالمرحلة اللي هي يعني تمام. بتتعب أكتر المعدة يعني. بتتعب أكتر بالهضم. هون صح. أنا عم أمضغ بأكلي بشكل جيد. صح. غير هيك في نقطة، أنه أنا طول ما أنا قاعدة عم باكل وأمضغ الأكل بشكل جيد، عم باخد أكتر وقت بالوجبة. فبحس بشبع أكتر، يعني بحس حالي أكلت كمية كبيرة، بس لا، أكلت كمية أخف. حلو كتير. تماما. هيك هاي تنصنف يعني تحت الأخطاء اللي عم يرتكبوها سواء برمضان أو غير رمضان. تمام. يعني بعرف في حدا من الزملاء إنه هو عم يأكل الأكل بدون يعني بأقل مضغ، يعني بزمن أقل يعني. صح. فهيك بياكل كمية أكتر والمعدة وبتتعب المعدة. هلا كمان نقطة، إنه بدنا نخفف من كميات الدهون واللحوم المدهنة والزيوت المهدرجة. كمان بيتعب الكبد، بتتعب المعدة، الجهاز الهضمي كله بشكل عام بيتعب يعني. كمان بتساعدنا إنه الرياضة، إنه نحاول نعمل رياضة بالبيت أو نتمشى خلال فترة الصيام يعني. أو صلاة التراويح تعتبر يعني تمام. صح. رح نذكر مستمعينا للي عم يسمعونا، انتوا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا، فيكم اغنوا لقائنا بمداخلاتكم. ايضا في سؤال للاخ اياز اكيد رح نطرحه، هو عم يخاف من اكل التمر وموضوع السكري. رح نطرح سؤالك اخ اياز او اخت، يعني ما بعرف، هو اياس عليم اذا لفظناه مزبوط حسب ما هو موجود. باب الاسئله مفتوح يعني عبر كومنت، اذا حابين تبعتوا رسائل اكيد رح نجاوب على اسئلتكم. الدكتوره جيلان عبد العزيز السيد، اخصائيه بالتغذيه العلاجيه، موجوده بالاستوديو، وعم نحكي اليوم هيك مواضيع مهمه، محاور مهمه بتخص رمضان
والصحة والتغذية يعني كتير محاور مهمة جدا. دكتورة، من شوي حكيتي عن الناس الممنوعين من الصيام، تمام. مين هن؟ هلا مثل الأخ أو الأخت آيات اللي حكوا، المرضى الممنوعين هن مرضى السكري. نمط تاني اللي بياخدوا جرعات الأنسولين. عنا غير هيك مرضى السرطانات، خاصة الدرجات المتقدمة يعني لأنه هن بالأساس عندهم ضعف عندهم نقص مناعة، عندهم تعب، فلهيك هن بحاجة طاقة يعني، فما بيصير يضلوا فترة طويلة صايمين. عنا مرضى القلب، مرضى الكلى، طبعا كل واحد حسب الحالة، ما فينا نعمم يعني. أكيد. وقلنا مرضى السكري بشكل عام يعني. ربما المسنين اللي أعمارهم هيك كتير بحاجة لتغذية. بضل حسب الشخص، حسب الشخص وصحته وقدرته على الاستمرار يعني بالصيام. إذا ما فينا نجزم إنه والله الشخص الفلاني إنه أنت معك المرض الفلاني ما نقصه. لا، ما بدي. هلا في مرضى سكري من أنماط غير ممكن يصوموا يعني. تمام. هلا النمط الأول عادي ما عم ياخدوا أنسولين. تماما. النمط الثاني هن اللي عم ياخدوا جرعات أنسولين، فما بيصير يضلوا فترة، لازم ياكلوا، لازم تدخل الطاقة لجسمهم يعني، يكون في تغذية فموية يعني. تماما. تماما. هاي هي كانت الأشخاص اللي يعني بظن إنه الفكرة كانت واصلة وواضحة. هلا دكتورة، الرضاعة والصيام، الحوامل أو الحوامل خلينا نحكي عنها. الحوامل هن كمان. الحوامل نحن ما بنقلهم لا تصوموا إلا إذا كانت عم تتعب كتير، عم تلعي نفسها كتير، بحاجة دواء معين يعني. بنيته الجسدية أو دكتور نسائي منع أنه تماما بتضل على صحته ودكتور يعني نسائي تبع. بس بشكل عام يعني اللي فيها تصوم يعني ما في شيء بيمنعها. حلو. وفي ناس حوامل بتصوم يعني. تماما. هلا الرضاعة كمان مثل ما قلت لك هي الفرصة الذهبية لإنقاص الوزن. يعني إذا الست عم ترضع أو المدام عم ترضع، عملية إنتاج الحليب بتحرق لي 1000 سعرة باليوم. فإذا كانت عم تعمل نظام غذائي صحي وضابط يعني وضبطت وضعها وأكلها، فبتنحف يعني. ما في شيء بيمنعها من الصيام إلا إذا كان إنتاج الحليب عندها عم يتأثر. يعني إذا حست إنه كمية الحليب عم تخف، ابنها ما عاد يشبع، فهون لازم توقف أو تاخد حلبة تزبط أمورها إن شاء الله. هلا هاي متعارف بين العامية الحلبة البقدون لا علميا مؤكد الحلبة. البقدونس كمان بتدر الحليب. يحكوا عن البقوليات أحيانا مثل المشتقات. هلا هدول المؤكدين يعني الحلبة مؤكدة بشكل تام. كثير. نحن دايما دكتورة طبعا بنختم لقائنا عم نشوف إذا في حدا بعت أي سؤال كمان. الأخ عندي ابني يروح على النادي، بده عضلات، بده يسمن، لازم حبوب ولا بس أكل صحي؟ حبوب. شو يعني حبوب؟ يعني حبوب كرياتين أو بروتينات أو الأوميجا 3 ولا ما بعرف. هاي الشغلات تابعة على هلا هدول يعني الأمور بتضل على الشخص مين طوله وزنه صحته يعني. تماما. يعني أنا ما فيني قلها مثلا اتبع هالأمور. أحيانا لا بدنا مثلا الكرياتين لازم ناخده، بيعطيني طاقة، بيعطي الشخص طاقة إنه يعمل تمارين منيحة. غير هيك هالأمور الواي بروتين وهدول الأمور مو كتير مهمين في حال أنا كان بغذائي بروتين كافي. أحيانا النظام الصحي أو النظام الغذائي ما بيكون صحي، يعني ما عم ياخد كافي يعني. تمام، ما عم ياخد كمية كافية من البروتين، لهيك نحن بنضطر نعطي واي بروتين أو البروتين الخارجي يعني. تماما. بس إذا كان نظامه عم ياخد بروتين بالنسب المعينة لحسب وزنه وعمره، فما في داعي لهالأمور. حلو كتير. تماما. دكتورة، نحن دايما ننهي لقائنا بنصائح من الطبيب الضيف، وعبر منبر بويار بنوجه نصائح، جملة من النصائح للمستمعين والمستمعات. نحن أنهينا اللقاء، فرح ننهي عندك. شو بتنصحي للمستمعين؟ هلأ أنا بنصح بأنه مثل ما شرحت
تماما. اليوم الرمضاني شلون يكون، نخفف على حالنا هالأمور ما إلها داعي، الأكل اللي ما إله داعي عم يضر الفائض بصحتنا. والكمية الكبيرة. تمام، الكميات الكبيرة والنوعيات السيئة يعني. غير هيك الرياضة، إنه على القليلة إذا ما فيها تروح على شي نادي أو تعمل تمارين بالبيت ما بيأثر يعني. تمام. في فرصة. إذا ما فيها تعمل تمارين، تتمشى باليوم ساعة القليلة يعني. هدول أهم النصائح أهم يعني. النصائح لصحتهم. وصوموا يعني ما في مشكلة، صوموا إلا اللي تصحوا عندهم صح. تماما. ألف شكر لكم دكتورة الله يسلمك جيلان يا عبد رب. العزيز السيد على الحضور الجميل شكرا والمعلومات شكرا القيمة. لاستضافتك. شكرا لكم. شكرا لزملائي بالكنترول البث المباشر. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة ورمضان كريم.